تعالوا خدكم ونروحوا نتفرج على هدية مصر للعالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. هنروح نشوفه في مكتبة اسكندرية. يلا بينا. وقابلت ثابت صاحبي وقررنا ان احنا نروح مع بعض بالعربية. والواحد كل ما بيمشي على شوارع اسكندرية كل ما بيعرف هو بيحبها قد ايه. وعشان افتتاح المتحف كانت الشاشات مالية شوارع اسكندرية على كل حتة في البحر. وصلنا مكتبة اسكندرية حوالي الساعة 2 وكانت لسه الأوضاع هادية، وقلنا نتمشى شوية لغاية ميعاد الافتتاح. ورجعنا لقينا الدنيا متروسة ناس حرفيا يا جماعة. اسكندرية كلها كانت موجودة عند مكتبة اسكندرية، ولكن الصراحة الأجواء كانت مختلفة وكنا مبسوطين. والحمد لله جت الساعة 5:30 وفتحوا لنا الدخول، والواحد حاسس ان هو اتحرر. وزي ما انتم شايفين الناس كلها داخلة تجري وفرحانة فرحة عارمة. وبعد كده دخلنا وشغلوا لنا الشاشات والناس قعدت، والناس كانت مبسوطة انبساط تام، وكله كان عمال يهيص وفرحان. مبسوط يا ثابت؟ مبسوط قوي. ومن اول ما ابتدى الافتتاح الناس كلها طلعت التليفونات وقعدت تصور، وكمان التلفزيون كان موجود فوق وكان عمال يصور الناس كلها. وبصراحة مصر كانت عاملة شغل مشرف جدا قصاد اكتر من 79 رئيس دولة. وبعد الاستقبال ألقى الرئيس السيسي الخطاب بتاعه، وبعد كده حط اخر حجرة في المتحف المصري الكبير معلنا رسميا افتتاح المتحف. وقعدنا نتفرج بكل حب عن الهوية المصرية اللي كانت بتعلنها مصر للعالم كله. اخيرا خلصنا. اتبسطت بعد ما الموبايلات فصلت واحنا فصلنا كل حاجه فصلت. وطبعا بقى بعد الوقفة والفرحة دي كلها كنا لازم نروح ناكل. قررنا ان احنا نطلع ونروح ناكل كشري. رحنا لقينا كراسي والحمد لله قعدنا قعدة رايقة وطلبنا اكبر طبق كشري موجود في المكان. واجواء المكان الصراحة كانت جميلة جدا جدا مع الصور والبوسترات المتعلقة على الحيطة. ونزلوا لنا الكشري بكل مشتملاته، وقعدنا ضربنا طبق الكشري كله زي ما انتم شايفين. كنا ميتين من الجوع. وبكده خلص اليوم الجميل ده مع ذكرى حلوة محفورة في الذاكرة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب بتاعك. كان معكم محمد ابو عيسى، اشوفكم في فيديو جديد. وام